والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين. نعيش في هذه الدروس في أنوار لا إله إلا الله. وقد ذكرت لكم أننا نعمل هذه الدروس لأربعة أسباب. السبب الأول امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، تعلم أنه لا إله إلا الله. السبب الثاني لتثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين. السبب الثالث حفاظا على أنفسنا من الهلاك وعلى مجتمعاتنا من التشتت والتشرذم. السبب الرابع ليزداد حب الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، فكثرة ذكر المحبوب تشعل وتضرم نار الحب في القلوب. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم أيضا ركن لا إله إلا الله، وهما النفي والإثبات. النفي والإثبات: نفي الآلهة، نفي الأرباب، نفي الأنداد، نفي الطواغيت، وإثبات الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى. والليلة أذكر لكم معنى من معاني لا إله إلا الله، وهو من أخطر المعاني أيها الإخوة الكرام. وقبل أن أبين هذا المعنى أريد أن أسألكم سؤال: ما الجهة الوحيدة التي من حقها أن تشرع؟ الجهة الوحيدة اللي حقها أن تشرع أكيد الجهة الصانعة، الجهة الصانعة. يعني اللي بيصنع ثلاجة هم اللي بيحطوا التعليمات تشغلها ازاي، توقفها ازاي، وتعمل ايه. انتوا ما بتعملوش كده، وانت بتفتح وتمشي على هذا الكتالوج اللي بيقول. طب من الذي صنع الانسان؟ الله هو الخالق. يبقى الجهه الوحيده التي من حقها ان تشرع الانسان هو الله سبحانه وتعالى، هو المشرع. ومن معاني لا اله الا الله ان تعتقد ان التشريع الكامل هو تشريع الله سبحانه وتعالى. فاعتقد ان كمال التشريع في تشريع الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، بيده الأمر كله. إذن الله سبحانه وتعالى هو اللي يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. هو الذي يضع لك القوانين التي تعيش بها في هذه الحياة. يبقى من معاني لا إله إلا الله أي أن التشريع من الله سبحانه وتعالى. تشريع من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تعتقد أن شريعة الله سبحانه وتعالى تتميز رقم واحد بالكمال، فليس فيها نقص.
يكونش فيه جانب من جوانب حياة ربنا لا يقع فيه أحكام. مفيش جانب أبدا من جوانب حياتك الله عز وجل لم يضع لها إيه؟ أحكام. من شريعة الله إيه؟ تتميز بإيه؟ بالكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شريعة الله عز وجل تتميز بالشمول، فشريعة الله عز وجل لكل البشر، لكل البشر. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس إيه؟ كافة، للناس جميعا. فشريعة الله عز وجل تتميز بالشمول، إنها للناس كافة، كما أنها لكل الأزمان، صالحة لكل الأزمان ولكل الأماكن ولكل الجنسيات، صالحة للجميع. تتميز بالكمال وتتميز بالشمول شريعة الله سبحانه وتعالى، وتتميز بأنها عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها. عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها. وقد شرع الله سبحانه وتعالى في حياة المادية وحياة الروحية، حياة الروحية. الصلاة كمان، الصوم كمان، الزكاة كمان، الحج كمان، الزواج كمان. تشريع الله سبحانه وتعالى في الزواج وفي الحياة الأسرية. تشريع الله سبحانه وتعالى في الميراث. فتشريع الله عز وجل في كل شيء كمان، ليس يعتريه نقص ولا يعتريه خلل. وسعادة الناس في شريعة الله سبحانه وتعالى، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة في شريعة الله سبحانه وتعالى. في آية تقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. كيف يحارب الإنسان الله ورسوله؟ إذا شرع تشريعا يغاير تشريع الله سبحانه وتعالى فهو يحارب الله ورسوله. إذا رضي الإنسان بتشريع يخالف تشريع الله عز وجل فقد حارب الله ورسوله وخالف كلمة لا إله إلا الله. وخالف كلمة إيه؟ كلمة لا إله إلا الله. سيدنا عمر بن الخطاب ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه القضاء في خلافته، في خلافة أبو بكر الصديق ولى عمر القضاء. قعد عمر سنة كاملة في القضاء، لم يأته قضية واحدة. فراح لسيدنا أبو بكر الصديق وقال له: يا خليفة رسول الله، أعفني عن القضاء، أنا أستغيث، أعفني عن القضاء. فقال له أبو بكر: أمن مشقة القضاء يا عمر؟ يعني أنت جاي تعزل نفسك من القضاء بسبب مشقة القضاء. أمن مشقة القضاء يا عمر؟ قال: لا يا خليفة رسول الله، ولكن قوم مؤمنون ليس لهم بي حاجة، دول جماعة لا إله إلا الله. قالوا لا إله إلا الله بأفهامهم أو بألسنتهم، وقالوا لا إله إلا الله فهموها بعقولهم، وقالوا لا إله إلا الله واعتقدوها بقلوبهم، وقالوا لا إله إلا الله
في آدابه. وقال المقصر في آدابه. وكل واحد منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن غاب أحدهم تفقدوه، وإن مرض عادوه، وإن افتقر أعانوه، وإن احتاج ساعدوه. أخلاقهم النصيحة، خلقهم النصيحة، ودينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبما يختصمون؟ وعلى ما يختصمون؟ على ما يختصمون؟ خلاص كل واحد عرف ايه واللي عليه، وكلهم بيحبوا بعض. كلمة لا إله إلا الله ما تخليش أبدا في حسد، في غيبة، في نميمة، في قذف، في تشريد، في سرقة. لأن اللي قال كلمة لا إله إلا الله يلتزم بتشريع الله سبحانه وتعالى. فكلمة لا إله إلا الله سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. في حاجات كتيرة، في ناس كتيرة اتكلمت في شرع ربنا. الحجاب، الحجاب ده كلمة في الحجاب لازم تجيب، وده بيخلي المرأة مش عارف ايه، وده ما بيسلمش المرأة وفي حرية المرأة وفي كذا وفي كذا. بيتكلموا في الميراث، ولا الميراث ازاي يعني يكرموا كده المرأة مرتين. ما فيش معنى الميراث، ما فيش حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تقسيم الميراث. يعني ضربنا مثلا الحكمة في شريعة الله سبحانه وتعالى نجد الأمور كلها في مصلحة الناس، رحمة بالناس. يعني مثلا في مسألة الميراث، هو الميراث أبدا لم ينظر إلى ذكر وأنثى. الميراث هيدرك الميراث ثلاث حاجات. درجة القرابة من الميت، بينظر في الميراث إلى درجة القرابة. كلما زادت درجة القرابة كلما زاد نصيبه في ايه؟ نصيبه في الميراث. ثاني حاجة بينظر إلى الجيل الوارث، فكلما كان كبر في السن ويخرج من الحياة كلما قل في الميراث، وكلما كان أصغر لسه مستقبل الحياة كلما زاد في الميراث. لذلك جعل ميراث الابن أكثر من ميراث الأب، ابن الميت أكثر من ميراث أبو الميت. أيضا اللي هيديك الميراث الأعباء، نظر إلى الأعباء على كل واحد. يعني واحد ترك ولد وبنت، مات وترك ولد وبنت بس، مين اللي عليه أعباء أكثر؟ الولد ولا البنت؟ الولد مش عليه عامل زواج والنفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد. طب هل البنت عليها هذه الأعباء؟ فأعطاها ضعف، أعطاها نص أخوها عشان هو أعباء كتير، فمش عشان ده ذكر وأنثى. ولما نظر العلماء في مسألة الميراث وجدوا إن البنت الولد ياخد أكثر من البنت، أو الرجل ياخد أكثر من الذكر ياخد أكثر من الأنثى 4 مسائل فقط في الميراث. وفي الميراث الذكر بياخد قد الأنثى. يعني مات وترك ابن وأم وأب. حد يعرف المسألة دي؟ مات وترك بنت وأم وأب. الأم تاخد كام؟ السدس. الأب تاخد كام؟ الأم تاخد السدس والأب ياخد السدس زيها، والابن ياخد الباقي. والابن ياخد ايه؟ الباقي. يبقى المرأة الأم دي امرأة والأب ده رجل، سوا بعض. خدوا ايه؟ قد بعض. وأحيانا المرأة تاخد أكثر من الرجل في الميراث، وأحيانا المرأة تاخد أكثر من الرجل في الميراث. نعم؟ لا مش كده، في مسائل أخرى. يعني مثلا لو قلت مثلا يعني يعني في مسائل كتيرة جدا في الميراث تلاقي المرأة
النص. ها؟ والأخت الشقيقة مع البنات عصب، مع الأخوات مع البنات عصب، تاخد إيه؟ الباقي تعصيب. والعم وحش خالص وهربوا، والبنت هم اللي أخذوا الميراث، ناخد إيه؟ الميراث، وهكذا. ترك بنتين وعم، البنتين بياخدوا التلتين، والعم بياخد، فهم خدوا أكثر من العم وهربوا، وهكذا. هذه مسائل الميراث ما بتنظرش للذكر أو الأنثى، وهكذا تشريع الله سبحانه وتعالى، عدل كلها، حكمة كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها. ومن معاني لا إله إلا الله أنك تعتقد أن كمال التشريع هو تشريع الله سبحانه وتعالى، والتشريع الكامل هو تشريع الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكره بقى اللقاء بكره ان شاء الله. اللقاء بكره ان شاء الله. بكره نتكلم عن يعني؟ اللقاء بكره وإن شاء الله بكره